بيني وبين اسماعيل. دي الحاجه اللي انا اقدر اتنزل فيها عنها. لكن موضوع العربيه، انا قلت موضوع العربيه محلول، والعربيه متامن عليها وفي شيك تامين هيطلع، والموضوع منتهي مع صاحب العربيه. وكنا على امل وكنا متفائلين انه شيك العربيه يطلع وناخد الشيك نديه لصاحب العربيه والقصه تنتهي. ايه اللي خلاني اسكت؟ اللي خلاني اسكت المده دي كلها، كل ده التامين بيدرس الورق، بيدرس القضيه. ما هو التامين مش هيجي النهارده انت عملت حادثه النهارده يقوم تاني يوم صارف لك 1,200,000 او 1,300,000. ده تامين العربيه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي وثيقه تامين العربيه، دي وثيقه تامين العربيه. العربيه متامن عليها ب1,550,000. العربيه متامن عليها ب1,550,000. يعني شيك التامين يوم ما كان هيطلع مثلا ب1,100,000 1,200,000. يعني كان هيبقى في خساره مثلا بسيطه 50,000 100,000 مش مشكله. فاحنا كنا متاملين خير انه التامين يصرف الشيك. فعشان كده المده دي كلها كنا ساكتين عشان التامين كان بيدرس الموقف. يعني احنا لينا 8 شهور 9 شهور ساكتين عشان مستنيين التامين. لكن التامين خلاص حط كلمته الاخيره من اسبوعين، قال لك مش هصرف حاجه، العربيه بره التامين. بره التامين ليه؟ عشان السواق نتيجه التحليل بتاعه سلبي. ويا جماعه اسالوا، يعني اسالوا في اي شركه تامين، لو حد بيأمن عربياته اكيد عارف انه لو حد سكران او حد تحت تاثير المخدرات ملهوش صرف تامين. التامين ما يصرفش. يبقى يا جماعه دي حقوق. يعني انا اتنزلت عن الحاجه الخاصه بيا وقلت مش عاوز حاجه، لكن دي عربيه ايجار. يعني انا ذنبي ايه ان انا مثلا اتحمل 1,300,000؟